مرحبا واهلا وسهلا فيكم بالحلقه رقم 13 من البرنامج الرمضاني عالج نفسك. اليوم راح نحكي عن الكبد. صح، حكيت بالبدايات قلت لكم راح احكي عن الكبد. اجى اليوم اللي راح نحكي فيه عن الكبد. اليوم مش راح نحكي عن مشكلة معينة بالكبد، ولكن لقدام من بعد ما نعرف الكبد راح تيجي حلقات تاني زي ما نحكي فيها عن الكوليسترول، نحكي فيها عن السكر، نحكي فيها عن ضغط الدم، نحكي فيها عن ايتها مشكلة عضوية اللي من خلالها الكبد فيه له وظيفة جدا مهمة بعملية الشفاء. قبل ما نحكي عن الأمراض اللي راح تكون بالحلقات القادمة إن شاء الله، اليوم راح نحكي عن الكبد. الكبد شو هو؟ شو وظيفته؟ ومن هي مجموعة الأعشاب اللي بتشتغل عليه بشكل جدا جميل. الكبد حسب الطب العادي وحسب المعرفة اللي احنا بنعرفها هو بيخزن الدم، هو بيصفي الدم، هو زي فلتر، كل شيء بقلط من خلاله بغض النظر شو الاشي اللي عم نحكي عنه، زي الدواء، زي كل ال الفيتامينات، اي شغله اللي بيتم اخذها ان كان غذاء ان كان شراب كله بيتم من خلاله. لهيك بما انه هو زي الفلتر، فاكبر نسبة من السموم ممكن تتخزن تكون موجودة بالكبد. لهيك بتسمعوا كتير كلمات من ضمن اللي بتقول عملية تنظيف الكبد من السموم، تنظيف او فترة تنظيف الكبد من السموم. هاي كلها بتخبركم انه الكبد فيه له وظيفة جدا مهمة، بيساعد بالانزيمات اللي له، بتساعد بعمليات الهضم، بتساعد بعملية التمثيل، بيساعد بالافرازات تبعت المرارة، خاصة انه المرارة هي تعتبر بنت عمه للكبد حسب الطب الصيني وذكرت شي مرة. وبالتالي عملية الموازنة بين هدول الاثنين راح تشوفوا انه كيف الامور بتكون معتدلة بالجهاز الهضمي. رح احكي لكم السنة اكتر بخصوص الكبد من ناحية الطب الصيني، اللي من خلاله يعتبر الكبد هو طاقة الرياح، هي الطاقة اللي بتتدفق وبتنخلق منها الامور، هو الطاقة اللي بتبلش تنمو فيها البراعم، البذور المتبرعمة، هي طاقة الرياح الموجودة فيه. هو يحتوي على طاقة الغضب، لكن الناس الغضبانة جدا متوقع جدا يكون في عندنا عدم توازن بمنطقة الكبد أو منطقة، لأنه التنين الاشي المختلف البنات بخصوص الكبد والمرارة هو نوعية الغضب. هل هو غضب مزمن البني آدم اللي دايما غضبان، والبني آدم اللي ممكن يغضب وبنفس الوقت بإمكانه انه يرتاح، بإمكانه انه يسترخي ويرجع لنفسه بسرعة. فاعتمادا على هاي المقاييس بإمكاننا نحكم. الكبد على حسب كمان الطب الصيني هو عبارة عن هذا الجهاز المسؤول عن الحركة، المسؤول عن العضلات، المسؤول عن الروابط العضلية، المسؤول عن كل مفصل موجود بحياتكم. وهي الكلمات لحالها راح تنبه الناس اللي عندها مشاكل بالمفاصل أو الناس اللي عندها التهابات مفاصل مزمنة، اللي بالتالي أكبر دليل بالنسبة لنا أو أكبر مشكلة لازم يحلوها هني أولا هي الكبد. لأنه إذا الكبد تشافى عندنا كل مفاصل تتشافى بشكل جدا جميل. وصدقا انا اصلا هذا اللي انا بعمله بمجرد ما يوصل لعندي ناس اللي عندي التهاب مفاصل مزمن، اللي بحب انه يكون هذا التخصص اللي إلي بخصوص اكبر الحالات اللي انا بعالجها، اللي من خلال انا بخفف الضغوطات او السموم الموجوده بالكبد من خلال طرق علاجيه تانية مش بس بالاعشاب. وبالتالي بنشوف انه كل المفاصل بدأت تتنفس. ليش؟ لأنه أنا عالجت الأصل تبع كل المفاصل وكل العضلات اللي هو الكبد والمرارة. قبل ما نحكي عن الأعشاب بدي إياكم تفهموا إنه الكبد بتحشر، عن جد بتحشر بكل عملية بتصير بالجسم. يعني أي مشكلة عضوية بتعانوا منها لازم تروحوا فيها على الكبد، لازم تروحوا فيها. لكن الناس اللي بدهم يتشافوا بشكل عام بتسمعني كتير بقصة تطهير الكبد أو تنظيف الكبد من السموم، لأننا عارفين إن إذا نظفوا الفلاتر الموجودة بجسمنا راح يكون عندهم قدرة جدا جميلة على الاستشفاء بشكل جدا جميل.
بهاي البساطة. كيف بدنا نطهر هذا الكبد وشو المشاكل اللي ممكن تصيب الكبد؟ المشاكل ممكن تصير الكبد ممكن تكون على اثر فيروس معين من خلال بتعرف الهيباتيتس A و B و C، يكون على اذية بسبب في ضرر بصير بالانزيمات تبعت الكبد، ممكن يكون في عملية الدهون المتراكمة الموجودة بالكبد، فعدة شغلات اللي هي متعلقة. والاساس كمان اللي بتهم المرأة بالاساس انه الكبد هو الدورة الشهرية، وعملية افراز الدم بالدورة الشهرية هو يعكس حالة الكبد. كل ما كان اللون بشكل جيد وكان الدم متدفق بشكل جيد والكمية كانت جيدة، هذا بدل انه الكبد يعمل بشكل ممتاز. كل ما كان في عنا شقف معينة من الدم اللي هي متخثرة وكبيرة أو صغيرة أو لون دم مائل للسواد أكتر، هذا بدل إنه في نوع من استجناتيا أو نوع من العلقان. الكبد كأنه علقان، التدفق اللي فيه مش ماشي بالطريقة المضبوطة. وهنا بفوت الطب الصيني بقولنا التشي تبع الكبد هو عايش باستجناتيا معينة، بلوك معين واقف بالمحل اللي عم بمنع لسريان الأمور وسريان الطاقة تمشي بالطريقة المضبوطة. وهنا بتيجي وظيفتنا نقول اوكي، بما انه الكبد محشور بكل السموم اللي موجود فيها، هات نحرك الطاقة اللي فيه بطريقة جدا ممتازة لحتى الامور تبلش تتحرك للمحل الطيب اللي احنا بدنا اياه اللي هو الشفاء. زي ما ذكرتكم اليوم مش رح نحكي عن امراض معينة، اليوم رح نحكي عن الكبد بشكل عام، ولكن رح نفوت العناوين العامة تبعت الاعشاب اللي اذا ذكرتها بعدين تكونوا فاهمين شو السيرة أكتر. في عدة أنواع من الأعشاب اللي بتساعد الكبد، منها الأعشاب اللي بتساعد على التصريف. شو معنى بتساعد على التصريف؟ التصريف السموم، منها الشغلات اللي بتساعد على إدرار البول، الشغلات اللي بتساعد على التعرق، اللي بتشتغل على الليمفا، اللي بتشتغل على الجلد. هي كل الشغلات لا تتعلق بالكبد بشكل مباشر، ولكنها بتساعد جدا على إطراح السموم من الكبد. النوعين التانيين اللي بدي أحكي عنهم هن عائلة الأعشاب المرة، وحكينا عنها باللقاء الثاني أو الثالث إذا متذكري مزبوط. وهناك حكينا انه الاعشاب المره رائعه جدا للكبد، ولكن في صفتين رائعتين اللي بدي احكي عنهم بشكل خاص للكبد، اللي هن هيباتو بروتكتيف وهيباتو ريستوراتيف. شو معناته؟ اول وحده هيباتو بروتكتيف من الاسم اللي إلها، هيباتو اللي هو الكبد، بروتكتيف اللي هو البحمي اللي هو حامي للكبد. وين بتصير هي الشغلات؟ هي بتصير انه بتحمي الكبد من ايتها تاثيرات خارجيه زي ضربة معينة أو داخلية بسبب السموم والأدوية اللي احنا بنعملها، فبإمكانه إنه يحمي الكبد بطريقة جدا جميلة. الهيباتو ريستوراتيف اللي هي هيباتو هي الكبد، ريستوراتيف اللي هو زي كأنه إعادة ترميم من أول وجديد. هاي إعادة الترميم هي مناسبة لما يكون في عنا صار في خلل بالكبد. شو معناتها؟ إنه الخلية بإمكانها، خلايا الكبد بإمكانها إنها تعيد بناء نفسها من أول وجديد. إذا كان في خلل بالأنزيمات أكيد يكون في ضرر عم بيصير بالكبد. فهناك من خلال هاي الأعشاب إحنا بإمكاننا إنه نعيد ترميم خلايا الكبد من أول وجديد لحتى يرجع يكون متشافي بشكل كامل، وبالتالي يساعد على كل الأنظمة اللي هو فايت ومتفاعل معاها لحتى يساعد. إنه الكبد كمان بيساعد بالغدة الدرقية، هو بيساعد بمليون شغلة وشغلة. لهيك عليه العين وعليه المركزية بخصوص العلاج. بدك تعالج مرضك من بعد ما زبطت المعدة اللي إلك وزدت الشعل الموجودة جواتك، بإمكانك تتطرق إسا للكبد تقول يا كبد تعال أنا إسا جاهز لك، أنا إسا بدي أشتغل معك لحتى أطرح السموم. واحدة من الملاحظات الجميلة اللي أنا بقدر أذكرها، الكبد هو تابع لطاقة الربيع. يعني أنسب فترة لحتى إنه تشوفوا تطرحوا السموم من الكبد هي فترة الربيع. يعني إحنا موجودين بالفترة اللي شهر 3 و4 و5. فترة الربيع هي فترة الكبد والمرارة. إذا بدكم تطهروا كبدكم هاي الفترة الأمثل. بس لحظة شوي، في مفاجأة تانية الموجودة بطريقة بالصدفة أو مش بالصدفة اللي هي الصيام. الصيام شو بيعمل بالكبد بطريقة جدا جميلة، اللي من خلاله الصيام بحد ذاته هو طرح للسموم، هاي لا جدال فيها. أي خلية
مريضة تعبانة بأي منطقة بالجسم، بالذات بمنطقة الكبد، راح تشوفوا انه الكبد عم بيعيد تجديد نفسه من اول وجديد. الناس اللي بيكون في عندها عملية اطراح جدا شديدة للكبد ممكن تحس بطعمة المرارة بالطعم، خاصة بفترة الصيام. هون بتعرفوا انه الكبد عم بيتطهر من السموم اللي له، وبالتالي نقدر نفهم انه احنا بالطريق المضبوط بخصوص الصيام. بيساعد على اخراج كل المخازن تبعت السكر اللي بتكون متخزنه جواته، وبيتم استخراجها واستخدامها للجسم بالساعات الاولى للصيام. كل ما طولت فترة الصيام أكتر، حتى أطول من الفترة العادية تبعت الصيام العادي اللي إلنا أكتر، راح تشوف إنه مخازن السكر الموجودة بالكبد انتهت بشكل كامل، مما يجبر الجسم إنه ياخذ المخازن تبعت الدهون لحتى يبلش إنه يحرقها. وهون بفوت بعد فترة معينة من الساعات يفوت على مرحلة الكيتو أو الكيتوزيس، اللي من خلالها يتم استهلاك الدهون كمصدر للطاقة بدل ما تكون السكريات هي مصدر للطاقة. انتوا بعملية الصيام اللي انتوا عم تقلطوه، انتوا عم تقلطوا عملية حماية للكبد، انتوا بتعملوا عملية إعادة ترميم للكبد، انتوا عم تعملوا عملية إفراغ الكبد من كل السكر بالمخازن الموجودة عنده، وعم تجبروا الجسم انه يروح يستهلك الدهون كمصدر للطاقة، ومصدر له أكبر ومتوفر أكتر من المراكز، كأنه عم بيستغل من نفسه. انتوا بفترة الصيام انتوا عم تعملوا للكبد أحلى 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 هدية. شو المشكلة؟ انه اغلبيه الناس بفتره الصيام ممكن تستهلك اطعمه وتعمل شغلات اللي ممكن تستنزف الكبد من بعد فتره الصيام. لهيك مفضل، وزي ما خبرتكم انا بفتش كتير بخصوص الغذاء، ولكن الاشي اللي انا بعتقد انه منطقي وبديهي انه يكون انه ناكل وجبات صغيره، ناكل وجبه واحده فتره الصيام، او حتى وجبتين، وجبه الافطور ووجبه السحور، وبالتالي يكون في عمليه اللي تساعد بعمليه رفع السكر. رح نحكي اكتر عنها بفترة لما نحكي عن السكري اكتر، ولكن يكون في عملية تدرج وادخال الكثير من المأكولات الخضراء والأطعمة الحامضة، لأنه اللون الأخضر والطعم الحامض هي الأطعمة وهي الطعم الحامض واللون الأخضر هن المكونات الأساسية للكبد، لأنه طاقة الحياة. فالحامض بعيد ترميمه بيغذيه بالطاقة اللي تشيل انتوا عم بدوروا عليها، ومن جهة تاني اللون الأخضر بيساعدوا على ترميم نفسه. لهيك احنا بنروح على الخضروات أو السلطات أو الأعشاب الخاصة اللي ممكن تساعد الكبد انه يتعامل مع كل الضغوطات اللي احنا عم نعيشها. واهم عامل ضغط اللي احنا عم نحكي عنه وبالذات وبشكل دقيق اكتر بهي الحلقة اللي هو عامل الغضب. اذا بدك تعالج كبدك بدك تعالج غضبك. اذا عالجت الغضب اللي إلك راح تشوف انه الكبد عندك توازن، وبالتالي كل الاعضاء اللي بتقعد تحته تتوازن بشكل جدا جميل. اليوم سربت لكم كثير من المعلومات، الشاطر اللي فيكم بيقدر يستغلها بشكل جدا جميل، وخاصة لما بنقدر نحكي عن المشاكل الدقيقة اللي من خلالها بنربطها مع الكبد والعلاجات المتعلقة بالكبد. شكرا لكم ونهاركم سعيد. واذا شفت انه هذا المحتوى مفيد لإلك ومفيد للناس اللي حواليك فانشره لأوسع نطاق. شكرا لكم.